حياكم الله في نشرة إخبارية خاصة بالمغرب إلى عناوينها. هجمات ابن آوي تخلف 8 مصابين قرب تازة، إتمام أكثر من 40 مقاولة جديدة خلال 5 أشهر، وياسين بونو مطلوب في باريس سان جيرمان. أصيب 8 أشخاص بإقليم تازة بإصابات متفاوتة الخطورة إثر تعرضهم لهجوم ابناوي، من بينهم مسنان تعرضا لجروح بليغة بعد أن هاجمهما الحيوان المفترس داخل منزلهما، إلا أن الضحايا نجوا من الموت بفضل مقاومتهم وتدخل أفراد من عائلاتهم، كما أخضعوا للإسعافات الضرورية بمستشفى مدينة تازة. حجزت عناصر الجمارك بوجدة كمية من الذهب يناهز وزنها 6 جرامات فاصل 600، عبارة عن سبائك وحلي ومصوغات من دون سند قانوني، إضافة إلى مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية وشيكات بنكية لدى مسافر قادم من الناظور صوب مدينة الدار البيضاء، تمت إحالته إلى مصالح الدرك بجرسيب لتعميق البحث معه. وافق القضاء المغربي على إصدار تفويض قضائي في فرنسا لمتابعة الفضيحة الجنسية التي تورط فيها رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيه، حيث أكدت المحامية عائشة كلاع رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أن محكمة طنجة قبلت طلبنا بإنشاء هيئة إنابة قضائية في فرنسا والإجراءات جارية. كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إتمامها بالمغرب بلغ 40,354 مقاولة خلال الأشهر ال5 الأولى من السنة الجارية، موضحا أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين بما مجموعه 27,336 مقاولة، والأشخاص الذاتيين ب13,018 مقاولة. كتبت صحيفة إسبانية أن مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي طالب رئيس النادي بالتعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو، مضيفة أن المدرب متشبث بالتعاقد مع بونو بعدما ذهل بالمستوى الذي ظهر به في مونديال 2023، فضلا عن تألقه في نادي إشبيلية الإسباني. توصل الوداد الرياضي لاتفاق نهائي مع عادل رمزي المدرب المغربي الممارس في هولندا لخلافة المدرب سيفين فاندروبوك الذي غادر القلعة الحمراء بعد فشله في التتويج بلقب البطولة الاحترافية ودوري أبطال إفريقيا وكأس العرب. بهذا الخبر تنتهي نشرتنا، وإلى اللقاء.